السلام عليكم، فيديو جديد وحلقة جديدة من بودكاست بصيرة. عاوزاكي تجيبي ورقة وقلم وتجيبي مشروبك المفضل وتقعدي تسمعي معايا كلمتين دول. البودكاست النهاردة بعنوان مهارة التحدث. ازاي نتكلم بثقة قدام اي حد مهما كان هو مين، وقدام اي عدد مهما كان العدد ده ايه، ونقدر نطلع كلام موزون من غير تأتأة، من غير اي خوف، من غير اي قلق. نقدر نتكلم بكلام كويس عاقل موزون بثقة كاريزما. نقدر كده نطلع كلام فل الفل. اول حاجه هنعملها هو اننا ما نتكلمش اصلا. انت بتقولي ايه؟ انت ما نتكلمش؟ امال ايه مهاره التحدث دي؟ واحده واحده. احنا مش هنتكلم قدام عدد كبير قوي مره واحده. انا واحد بيتأتأ، واحد بيخاف جدا من الناس، واحده مثلا عايشه وحيده، عايشه في عزله، عايزه بقى تقوم ان هي تقدر ان هي تتكلم وتثبت نفسها وتعرف نفسها والكلام ده كله. هتيجي مرة واحدة كده تكلم جمهور كامل؟ مش هتعرفي. هتتأتئي وتقولك قبل الخوف ومش هتقبلي الخوف. ماشي، احنا هنقابل الخوف فعلا في حكاية التحدث ومهارة التحدث ديت ممارسة وهنقابل الخوف فيها، بس ده مش معناه اني انا واحدة معزولة وحيدة ما بعرفش اتكلم مرة واحدة كده هروح اقابل جمهور كامل اكلمه. لا، مفيش الكلام ده. احنا هنمشيها واحدة واحدة بالتدريج. ازاي بقى؟ اول حاجة هنعملها هي اننا نكلم نفسنا الاول. نكلم نفسنا، احنا مجانين؟ لا مش مجانين. احنا هنكلم نفسنا لوحدنا قدام المراية او قدام كاميرا. يعني ان انا اجيب كاميرا واتكلم فيها نفسي، اعرف فيها نفسي، اتكلم عن اي موضوع شاغل تفكيري شاغل دماغي، انزله على الكاميرا. ابدا ان انا اتكلم بقى في الكاميرا كاني بكلم ناس، كاني بكلم جمهور. وابدا بقى بعد ما خلصت اللي هو الكلام بتاعي، ابدا بقى اشوف نفسي في الفيديو شكلي عامل ازاي، حركات جسدي عامله ازاي، بتكلم بثقه ولا لا. الكلام ده كله برضو قدام المرايه. ممكن تتكلموا قدام المرايه وتلاحظوا نفسكم وانتوا بتتكلموا. انتوا ازاي بتتكلموا، ازاي مثلا بتقولوا مواضيع، ازاي مثلا جسدكم ازاي بيتحرك، فتفهموا شويه عن نفسكم. تقدروا ان انتوا تتكلموا عن نفسكم شوية قدام الكاميرا او قدام المراية وتلاحظوا نفسكم بتتعامل ازاي. تمام، دي اول حاجة. اكيد طبعا احنا ما بنتكسفش من نفسنا، دي مصيبة لو بنتكسف من نفسنا. تاني حاجة ممكن اتخيل ان انا قاعدة مع ناس، اقعد كده واتخيل ان انا قاعدة مع ناس وبعرف لهم بنفسي واعرف لهم بشغلي او اعرف لهم بحياتي، او بتعرف على حد وبقول له ازيك عامل ايه، ايه احوالك كذا كذا. فالاحظ نفسي وانا بتكلم بقول ايه والكلام اللي عندي. لازم اني انا اتخيل ان انا معايا ناس قبل ما اكون ايه، قبل ما اتكلم مع الناس اتخيل الاول ان انا معايا ناس وبكلمهم واشوف نفسي هتكلم ازاي. لازم الانسان يكون على نفسه بصيرة، لازم يكون بيبصر بنفسه من جوه. امال البودكاست ده اسمه بصيرة ازاي؟ فابدا اشوف نفسي انا من جوه عامل ازاي. هل انا خايف؟ هل انا مش عارفه اتكلم؟ هل انا ما عنديش كلام اصلا؟ فاشوف العيب اللي عندي او النقص اللي عندي وابدا ان انا اكتبه على ورق. ونهدى شويه، احنا مش هنعالج دلوقتي، هنبدا بس نكتب الكلام على ورق انا حاسس بايه. تاني نقطة وهي ان انا ابدأ ان انا اتعامل مع اهلي في البيت، مع ماما، مع بابا، مع اخواتي. ابدأ ان انا اتعامل معاهم في البيت، ما تعزلش، ما احطش نفسي كده في اوضة وامسك الموبايل واتعزل عنهم تماما او انا اعمل اي حاجة عنهم. لا، ابدأ ان انا اتعامل مع الناس اللي في البيت ومعاملة كويسة. مش عشان هم اهلي اتعامل معاهم اي معاملة، لا، اتعامل معاهم معاملة كويسة علشان ده هينعكس عليا بره مع الناس اللي بره. فابدا ان انا اتعامل مع اهل البيت معامله كويسه، وابدا ان انا اتكلم معاهم كتير واشرح معاهم كتير واقول كل اللي بيقول في خاطري كتير جدا ليهم. ليه عشان دول اخواتي، الناس دول ناس مثلا هيستحملوا تأتأتي، هيستحملوا كل حاجه. فابدا ان انا احطهم قدامي واكلمهم. هبدا ان انا احطهم قدامي ايه واكلمهم، يضحكوا بقى، يتريقوا، عادي، دول اهلي. تمام. بس المهم النقطة دي ان انا اتكلم مع اهلي واتكلم بثقة قدامهم، اتكلم من غير تأتأة، اتكلم ايه، اعمل نفسي كده اللي هو ايه، انا عرف نفسك، اعمل اي حاجة، اعمل اي حاجة، عرفي نفسك. قولي لنفسك مثلا عن حاجة حصلت لك، مواقف حصلت لك، اي حاجة تكلمي فيها مع اهلك. احنا هنا اتكلمنا مع نفسنا واتكلمنا مع اهلنا. تيجي النقطة التالتة وهي اننا نتكلم مع صحابنا. نتكلم مع مين؟ مع صحابنا. انا ما عنديش صحاب، لا،
دي حاجة وحشة جدا. مفيش حاجة اسمها انا ما عنديش صحاب. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده صحاب. كلنا لازم يكون عندنا صحاب، لازم يكون عندنا صديق للرحلة، صاحب شبهنا، نحكي له ونتكلم معاه نفضفض له. لازم يكون عندنا صحاب، وصحاب كويسين علشان نقدر نرتاح معاهم. فلازم لو ما عندكوش صحاب، انسوا كلمة مهارة التحدث دي، او ان انتوا ما عندكوش علاقات اجتماعية، انسوا كلمة مهارة التحدث دي. لازم يكون عندكم صحاب وبتكونوا علاقات اجتماعية مع الناس. تمام؟ فلازم يكون عندنا صحاب. طب هبدأ ان انا اعمل ايه مع صحابي؟ هبدأ ان انا اشارك كل حاجة انا نفسي اقولها او اعملها مع صحابي. هبدأ ان انا اتكلم مثلا عن مواقف حصلت لي، هبدأ ان انا اتكلم مثلا عن حاجات عاوزة اتكلم فيها، هبدأ ان انا اتكلم عن اهداف عاوزة احققها مثلا، فيقولوا لي اعمل ايه، ارسم الطريق ازاي، الخطة هتكون عاملة ازاي. ابدأ ان انا اقول لهم اللي في بالي واللي بيقول في خاطري. ابدأ انهم اكلمهم مثلا عن مشاعري تجاه شخص معين، او تجاه مثلا حد معين كده. فابدا ان انا اتكلم معاهم عن كل حاجه في قلبي وفي عقلي. مثلا قرات حاجه النهارده، ممكن ان انا اقول لهم مثلا حصل 1 2 3. فابدا ان انا امتلك القعده. مش امتلك القعده بمعنى السلبي، لا، امتلك القعده بالمعنى الايجابي، بمعنى ان انا المتحدثه. ليه؟ لان ده هيفيدني بقى بعدين مع الناس الاغراب، وده هينقلنا للنقطه التانية ان هي الناس الاغراب. والله اتفقت انا وصحابي اننا نروح مطعم ناكل حاجه، او نروح كافيه نشرب حاجه. تمام؟ هنعمل ايه؟ انت اللي تتكلمي، عاوزاك انت بقى اللي تتكلمي، محدش يتكلم. انت اللي تطلبي، انت اللي تتكلمي، انت اللي تقولي انا عاوزه اكل ايه، انت مثلا اللي تيجي تحاسبي، انت اللي تعملي كل ده. عاوزاكي انت اللي تبدأي بده، وانت اللي تطلبي منه المنيو، وانت اللي تطلبي منه الحساب، وانت اللي تعملي كل حاجه. في بنات كتير متحبش تعمل الحاجة دي، وتتصدر لهم ناس تانية تخليهم هم اللي يقوموا بالمهمة دي. عاوزاك انت بقى تبقي الأولوية في ده، انت اللي قومي بالمهمة دي. طب ده مهم في ايه؟ مهم في حاجات كتيرة جدا. ليه؟ علشان انت اللي هتبقي تتحدثي مع ناس، هتشيلي بقى، هتنتشلي الخوف ده من عندك بقى، من جواكي كده هتنتشلي الخوف. بمعنى ايه؟ بتحدث بقى مع الناس الأغراب، بتكلم معاهم، باخد واجيب عادي. تمام؟ فاللي هو هتلاقيني بقى ان شوية شوية الخوف خف، شوية شوية الخوف خف، بقيت ان انا بتعامل مع الناس عادي، مفيش اي حاجة. تمام؟ وحتى لو اتحركتي اتبسطي. ليه؟ علشان هنا انت بتبني شخصيتك، بتعودي نفسك ان انت تتحرجي مره واتنين وتلاته. الانسان لما يتحرج مره واتنين وتلاته بيبقى عادي بقى، كل حاجه بقت فله. راح من عنده بقى حته الاحراج وحته الكسوف دي، خلاص راحت من عنده. ليه؟ لان هو اتحرج مره واتنين وتلاته، فخلاص شخصيته قويت، شخصيته خلاص بقت ما تتأثرش. غير واحد بقى خايف يتعامل مع الناس لأول مرة ويتحرج، هتلاقيه مثلا يدمع وعيط وخاف وكده. لا، انت تحرجي عادي، صدري لنفسك الأولوية عادي، اعملي الحاجات دي عادي جدا. عاوزاكي بقى طول حياتك تبقي كده، طول حياتك تبقي كده. تقول لهم يلا نروح مشوار مثلا معين، نروح حتة معينة نصور فيها، نروح مثلا. خليكي كده، خليكي عاوزة تخرجي وتروحي وتتعاملي مع الناس. خليكي في النقطة دي علشان تحسني مهارة التحدث عندك. لازم تخرجي وتتعاملي مع الناس وتتفاعلي مع الناس، وتشاركي في حاجات كتير، في أنشطة، في مثلا جمعية خيرية، تشاركي في حاجات كتير كده، وتقدري ان انت تتكلمي وتعبري. تمام؟ وتنتقدي وتعرفي نفسك. والحاجات دي مهمة جدا مع الناس اللي حوالينا. وتبدأي تعملي كده مع الأغراب. هتبدأي بقى تقولي لنفسك ايه ده انا بخرج كتير، ده انا بطلب من الناس، ده انا مثلا بخلي الناس تساعدني عادي، بطلب المساعدة عادي، انا بتكلم عادي، بعرف ان انا اخد ودي عادي، بعرف ان انا الاغي مع الناس، وان انا اتكلم معاهم، وان انا ابقى كويسة معاهم ولطيفة والدنيا كويسة والناس بيحبوني. لا، ده انا بقيت محبوبة، ده انا بقيت كويسة. يا بقى لو عندك فرصة تدريس، انت مثلا في كلية تربية وليكي فرصة انك تدرسي مثلا لأطفال او كده، دي حاجة جميلة جدا. هتكسبك برضو ثقة، وهتكسبك اللي هو ان انا بصنع اثر وليه قيمة وكده. فهتبقى حاجة كويسة جدا، وانك بتتعاملي بقى مع ناس وكده، فهتبقى حاجة حلوة. برضو مثلا لو انت بتشتغلي،
ده حاجة جميلة جدا جدا جدا، بالذات ان انتي بتردي على العملاء، او ان انتي مثلا بتتفاعلي مع ناس كتير جدا في الشغل ده. فالشغل ده هيبقى مكسب لنفسك في حتة مهارة التحدث دي. فدي نقطة بجد تحفة تحفة، انك لو اشتغلتي او درستي لحد او كده فانصحك تعملي ده. طيب مثلا لو انا في جامعة وكده، اهتم بايه اكتر حاجة؟ العلاقات الاجتماعية. العلاقات الاجتماعية صدقيني والله العظيم هتنقلك نقلة تانية في حياتك عامة. هما في الشركات مش هيسألوكي بس على الجي بي اي بتاعك ولا مثلا مهاراتك ولا الحاجات دي بس، لازم يكون برضو عندك اللي هو السوفت سكيلز، المهارات الناعمة، ازاي تقدري تتعاملي، ازاي تقدري تتكلمي، ازاي يكون عندك ثقة. الحاجات دي مهمة جدا، لازم تكون عندك. لو مش عندك هتضيعي، صدقيني هتضيعي وهتفشلي. فلازم يكونوا عندك. فانتي في فترة الجامعة اهتمي جدا تكونوا صحاب، اهتمي جدا يكون معاكي في علاقات مع الدكاترة، اهتمي جدا بيكون في علاقات مع اي حد، شاركي في انشطة كتير، شاركي في حاجات كتير. عاوزاكي تبقي كده دايما اكتف، دايما اكتف، مش كسلانة بقى ومش قادرة ومش عاملة والكلام ده كله، لا، عاوزاكي تبقي دايما اكتف، بالذات لو انت لسه داخلة جامعة. فدي حاجة مهمة جدا ليكي والله، كبسولة كده تحفة ليكي. فالحاجة دي مهمة جدا، اشتغلي عليها بجد، هتفرق في حياتك جدا. لما تبتدي بقى تتعاملي مع اهلك ونفسك وصحابك والناس اللي بره الاغراب، هتيجي وقت لما تيجي مثلا تقولي كلمة لجمهور كامل او ناس كاملة، صدقيني انت هتبقي واثقة من نفسك جدا جدا. وحتى لو ما كنتيش واثقه من نفسك في البدايه، بس مش هتبقي بتتقي قوي او هتبقي خايفه قوي، لا، ممكن خوف بسيط، تأتأة بسيطه. ليه؟ لان انت اوريدي اصلا متعامله مع الناس. لكن لو انا قلت لك هوب خشي على جمهور كامل كده واتكلمي، والله ما تعرفي تتكلمي غير لما تكوني جربتي تتكلمي مع عدد صغير قبل كده. وهو ده مهاره التدريس المصغر. انا في كلية التربية وكنا بناخد التدريس المصغر ده، اللي هو نتكلم قدام عدد صغير من الطلاب، بعد كده نكبر العدد اكتر، نكبر العدد اكتر لعندي لما نتكلم قدام عدد كبير جدا من الطلاب. فمهارة التحدث او ان احنا نكتسب ثقة التحدث دي لازم تتم بالتدريج. علشان ايه؟ علشان الخوف يتلاشى اول باول، اول باول. تاني نقطة وهي هو التحدث ده هيجي منين اصلا؟ افرض انا ما عنديش كلام اقوله اصلا. ايوه، نيجي بقى لنقطة انك تقرأي. والله العظيم انا انسانة بحب القراءة جدا، تمام؟ فلما بقرأ بجد بجد بحس ان انا عندي خزين معلومات عاوزة اطلعه كله. ليه؟ لان انا اوريدي عمالة اقرأ اقرأ اقرأ، فعندي معلومات كتير. فانتي لما يكون عندك معلومات كتير، هتبدأ ان انتي اصلا اوريدي تتحدثي، تتكلمي قدام اي حد، تبقي عاوزه تحكي له حاجات كتير. فانا عاوزاكي تقراي كتير جدا، تقراي عن العلاقات، عن علم النفس، تقراي عن اي موضوع يهمك عامه في الحياه. فعاوزاكي تقراي كتير جدا. طيب لو انتي ما بتحبيش القراءه، اسمعي بودكاست. البودكاست بتاعي اثر في حاجه، ممكن تسمعي بودكاستات تانية لو عجباكي. فاسمعي بودكاست وخدي معلومات كتير وخبره كتير، والحاجه اللي تعجبك دونيها، دونيها على ورق وقلم كده، هتبقى تمام. وبصراحة مش القراءة بس ولا البودكاستات بس هي اللي تكسبك معلومات أو خبرة، لأ، كمان لما تنزلي على أرض الواقع وتتفاعلي مع الناس وتبيعي وتشتري وتشتغلي وتروحي وتيجي، وقتها برضو هتكتسبي معلومات وخبرة، وهتحصلك مواقف كتير جدا، منها الحلو ومنها الوحش. هتعرفك برضو الناس على حقيقتهم، وتعرفك برضو الناس الكويسة من الناس الوحشة، وهتاخدي برضو حصيلة معلومات وخبرة من الحياة عامة. في ناس كتير جدا ما دخلوش مدارس ولا اتعلموا، بس دماغهم دي توزن بلد دي، لان هم اتفاعلوا جدا في الحياة ويدعكوا جدا في الدنيا، وشافوا كتير وخدوا خبرة كتير ويشتغلوا كتير. فبالتالي الناس دي عندهم معلومات كتير جدا ودماغ بجد توزن بلد، وكلامهم عاقل وموزون جدا. بسبب خبرتهم في الحياة، وان هم ادعكوا في الحياة، وان هم عاشوا الواقع زي ما هو بالظبط. تالت حاجة عاوزة اقولها لك، ما تسيبيش نفسك بين 4 حيطان، والنبي ما تسيبي نفسك بين 4 حيطان وتعزلي نفسك. اتفاعلي مع الناس، حتى لو انت في اجازة كل فين وفين لازم تخرجي، لازم تشاركي افكارك مع حد، لازم حد يسمعك وتسمعيه، لازم تتفاعلي مع الناس. ما تسيبيش نفسك كئيبة، ما تسيبيش نفسك زعلانة، ما تسيبيش نفسك معزولة كده. وتعلمي برضو، تعلمي كتير، التعليم مهم جدا. خدي كورسات، خدي مثلا دورات. لو مش عاوزة كل ده، ممكن تتعلمي العلم الشرعي
الشرعي، عن الله والدار الآخرة. فالحاجات دي مهمة جدا. فما تسيبيش نفسك، المهم ما تسيبيش نفسك معزولة وحيدة سايبة كده نفسك للحياة كده توديكي وتجيبك. لا، عاوزاكي تتفاعلي معاها. ولو قابلتك اي حاجة صعبة صبري نفسك واستحمليها، واعرفي ان انت بتبني شخصيتك وبس. متنسيش تعملي لايك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد بإذن الله. سلام.